يا اهلا وسهلا بيكم، وحشتوني. هنعمل النهارده واحده من اكبر الترندات اللي كانت على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، وهي بجد تستاهل كل الضجه اللي حصلت عليها، وتستاهل ان هي كانت تاخد الترند بجد. واللي لسه ما جربهاش بجد يعني هيبقى خسران كتير او فايته كتير. فانا هرجع النهارده بفكركم بيها علشان كل اللي لسه ما عملهاش يعملها، وهنقول ازاي نعملها هشه جدا وحلوه، وازاي نبرمها بالطريقه اللي تخلي شكلها حلو في الاخر. فيلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه عندي نص كيلو دقيق، يعني حوالي 4 كوبايات ونص، وعندي معلقتين كبار من السكر، وعندي معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقتين كبار خميره جافه الفوريه، وعندي كيسين فانيليا. هقلب كل المكونات الجافه مع بعض، وبعد كده هحط بيضه. يعني هحط البيضه كامله، مش هفصل صفار عن بياض. وهحط كوب حليب. عايزين تحطوا حليب، عايزين تحطوا ميه، عايزين تعملوا ميكس من الاتنين مع بعض براحتكم. بس أنا عملتها بحليب. وطبعا حطيت فانيليا سائلة برضو، ما اكتفيتش بالكيسين. وهقلبهم شوية كده مع بعض، وبعد كده احطها في الستاند ميكسر، وهخليها بقى تتعجن يعني براحتها، يعني 10 دقايق 12 دقيقة، لحد ما تبقى العجينة معايا ناعمة وكويسة جدا، يعني بحيث ان هي ايه يعني تبقى هشة معايا بعد كده وطرية وسهلة في ان انا افردها. لو العجين معاكوا احتاج مية تاني او حليب ممكن تزودوا، يعني لحد ما تمسك معاكوا وتبقى كويسة على حسب قابلية الدقيق. يعني انا معايا ما احتاجتش مية تاني، يعني ما احتاجتش سوائل تاني خالص، كان كفاية اللي انا حطيته. ودلوقتي بعد ما اتعجنت 12 دقيقة، طبعا مش هنكتفي بالعجن بتاع العجان، يعني احنا هنعجنها تاني. بصوا العجينة طرية وحلوة جدا ومش بتلزق خالص. عجنتها برضو حوالي دقيقتين كده. العجينة ناعمة جدا. وبعد كده هحاول ان انا اظبطها، يعني اعملها زي كورة كده تبقى متظبطة يعني الارتفاع بتاعها، علشان هقسمها نصين يجوا متساويين بالظبط. دلوقتي قسمتها، وهحط يعني جزء منهم في طبق على جنب، والطبق التاني عشان اعرف اعجن فيه كويس. دلوقتي عندي 3 معالق كبيرة زبدة، هحط نصهم على العجينة الاولى، وهعجنها بقى كويس جدا، يعني مثلا 5 دقايق. حوالي 5 دقايق لحد ما الزبدة تختفي خالص، والعجينة تكون معايا يعني ناعمة وطرية، وتبقى خلاص يعني كده، يعني يبقى الجلوتين فيها اشتغل وتبقى هشة معايا. يعني بعد كده لما اجي اعجنها او اعملها او افردها تبقى سهلة معايا وتبقى هشة وتدي مطة كده حلوة. وهنحط دلوقتي جبنا العجينة التانية، وهنحط عليها معلقتين كبار من الكاكاو، وحطيت باقي الزبدة. الاول يعني عملت ميكس في الكاكاو والزبدة مع بعض قبل ما احطهم على العجينة، بحيث تسهل معايا الدنيا شوية، ما يبقاش باودر فيتنطور في كل حتة. وغطيت العجينة الأولى لحد ما نعجن التانية. ودلوقتي هعجنها كويس جدا مع بعض لحد ما تبقى كلها لون واحد. وخلاص هسيبهم بقى يرتاحوا، يعني هغطيها بستريتش ريب، وهسيبها على جنب لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف. والتانية طبعا نقلتها في الطبق الأكبر علشان تختمر براحتها. ودلوقتي العجينة اختمرت معايا، بصوا يعني سبتها حوالي ساعة ساعة ونص عشان الجو برد، فهي اختمرت قوي، وزي ما انتم شايفين كده يعني حجمها اتضاعف قوي، والعجينة ممتازة. يعني بصوا طراوة العجينة رهيبة. دلوقتي هحاول ان انا قبل ما افردها بالنشابة ان انا بايدي كده اعملها يعني مستطيلة على قد ما اقدر، وبعد كده بقى هفردها. العجينة يا جماعة فيها مطة رهيبة وطرية، وبتفرد معايا بسهولة جدا. دلوقتي بعد ما فردتها هشيلها، يعني احاول ان انا انفضها من الدقيق كده حبة، وما تقلقوش مش هتتقطع خالص، يعني العجينة كويسة وطرية. اهم حاجة بس تتبعوا التعليمات اللي عملناها، بحيث ان هي تطلع معاكم كده وما تواجهوش صعوبة وانتوا بتفردوها. دلوقتي هنفرد الجزء التاني، نحاول نعملهم نفس المقاس، يعني تشوفوها تظبطوها ازاي، بس تعملوهم نفس المقاس يعني تقريبا. دلوقتي العجينة التانية عشان حطينا دقيق تحت، فانا عايزة اتخلص يعني على قد ما اقدر من الدقيق ده، بحيث ان هي تلزق على بعض، وفي نفس الوقت ما تديش طعم دقيق في النص. فهجيب فرشة فيها زبدة،
حبيبات الدقيق بتلزق في الزبدة، وبتاخدها بقى وتمشي، يعني بيطلعوا مع بعض. واحاول ان انا افردها تاني، بحيث ان هي حتى لو كانت كشت شوية في الوقت ده فنفردها تاني عشان احطها على التانية. وهشيلها، يعني انا حاطة ورق الزبدة تحت فده بيسهل معاكم النقل. وشلناها ونحاول بقى نسويهم الاتنين على بعض على قد ما نقدر. وهعيد عليهم تاني برضو بالنشابة ان انا افردهم معايا يعني على قد ما اقدر. وبالفرشة برضو اللي فيها الزبدة هحاول ان انا انفض اي دقيق موجود فوق. ودلوقتي هنعمل الحشوة، يعني تقدروا تحشوها باي حاجة انتوا عايزينها. انا حطيت شوكليت، حطيت نوتيلا وفردتها. ممكن تعملوها بشوكليت سبريد، ممكن تعملوها باي حاجة انتوا عايزينها. وحطيت شوكليت شيبس على الوش، حطيت براون وايت يعني يدوا شكل كده. لو عايزين تحطوا فول سوداني مفيش مشكله، عايزين تحطوا اي نوع من الكسرات مفيش مشكله. وعملت خط وهمي في النص بحيث ان انا اعمل الشرايط كلها طول بعض، يعني نعمل التلت وتلتين، يعني نسيب تلتين ونعمل التلت. دلوقتي بصوا عايزاكم تركزوا معايا دلوقتي في ان انا لما اجي ابرمها، يعني لو انا مسكتها وبرمتها كده بس هيبقى اللون من فوق كله ابيض. يعني بصوا، يعني تحسي ان هو كله البراون كله مستخبي جوه والابيض بس اللي من بره. فعايزاكم بقى تركزوا معايا قوي في الخطوه اللي جايه دي. يعني بصوا لو عايزين تعملوها يعني مبرومه وشكلها باين، ان انا هبرم واحده وهحط صباعي في النص، بعد كده ابرم التانية. يعني شايفين؟ يعني زي ما قلنا ابرم حته واحط صباعي وابرم عليها التانية. يعني انا سبت لكم اول 3 اللي انا عملتهم علشان تشوفوا الفرق ما بين دي ودي، يعني لو انا برمت على طول ولو انا حطيت صباعي في النص وعملتها، عشان بعد كده شكلها من فوق ما يبقاش كله ابيض، يعني يبقى الجزء اللي فيه شوكليت باين معايا، تبقى بني وابيض. ودلوقتي هبرمها. برمناها كلها كده مع بعض، هنعملها بعد كده دايره. وانا حطيتها في القالب ده، يعني هو زي وردة كده من تحت عشان كمان تبقى معايا شكلها حلو من فوق ومن تحت. ودلوقتي هغطيها بستريتش ريم وهسيبها تختمر، سبتها حوالي نص ساعة تقريبا. ودلوقتي حجمها اتضاعف تاني، هجيب صفار بيضة واحط عليه حوالي 5 معالق كبار من الحليب وادوبهم كويس مع بعض. وبعد كده هحط فانيليا طبعا، لو عايزين تحطوا نقطتين خل حطوا برضو. يعني عايزه اقول لكم ما تقلقوش من البيض خالص، ما فيهوش اي نوع من انواع الزفاره خالص، يعني مش زفر نهائيا. وهندهنها بقى على الوش، هندهنه بالبيض اللي احنا عملناه. نوزعه كويس وما تقلقوش، يعني هو ده بس بيسهل ان يعني بيسهل ان الحاجة تستوي بسرعة وتاخد لون بسرعة قبل ما تنشف. فدخلناها بقى الفرن حوالي نص ساعة. انا يعني حطيت عليها الشواية من تحت بس ما شغلتش من فوق، ما كنتش محتاجة، لحد ما خدت لون. واول ما تطلع من الفرن وهي سخنة نحط عليها زبدة سايحة، يعني وهي سخنة، ما نستناش عليها لحد ما تهدى او تبرد، وهي سخنة خالص نحط عليها الزبدة. ونغطيها بقى بستريتش ريب برضو بحيث ان هي تحتفظ بالسوائل بتاعتها جوه وتطرى، يعني ما تنشفش بعد كده. سبتها حوالي مثلا 10 دقايق. ودلوقتي هنشوفها. بصوا يعني هشة بطريقة رهيبة. هنقلبها ونشوفها دلوقتي. يعني بصوا الشكل والجمال بجد تحفة، وشكلها حلو قوي مع القالب الورد عاملها من فوق ومن تحت، يعني بجد رهيبة. يعني انا مش قادرة اقول لكم ايه عن حلاوتها وجمالها، يعني لازم بجد تجربوها. ودلوقتي هنقلبها ونشوفها من فوق. بصوا الالوان، يعني ان احنا برمناها كويس فاللون بتاعها باين ان هو براون اند وايت، يعني جايه كده بجد شكلها رهيب. يعني هي فعلا مش محتاجه ان انا اتكلم عنها. دلوقتي الشوكليت سايحه من جوه. يعني بصوا يعني بحاول ان انا اطبقها بترجع تاني زي ما هي. يعني بجد دي حاجه يمكن لو جربتوها يمكن تعجبكم اكتر من الكيك. يعني هي هشه، يعني هشه بطريقه رهيبه. واشوفكم مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.